في حاجات معظم أولياء الأمور بيعملوها وللأسف هتطلع عيالهم معاقين. لما تلاقي البنت ولا الولد يصحى الصبح ويسيبوا فرشتهم من غير ما يرتبوها، ما هو الأم هي اللي هترتب. ولا تلاقيهم يغيروا هدومهم ويرموها في زاوية أو ركن، ما هو الأم برضه هتلمها وتغسلها وتكويها وترجعها الغرفة. الأكل بيروح لهم لحد عندهم من غير حتى ما يغسلوا طبق ولا كوباية، ما هو برضه الأم هي اللي هتولى كل حاجة. يروحوا مدرستهم ولا جامعتهم ويرجعوا يناموا ويسهروا على سناب شات ولا تويتر ولا فيسبوك، أو حتى يتابعوا كام حلقة من مسلسل جديد. وخلال كل ده وجبات وسناكات تتقدم لهم، وكل ما عليهم انهم ياخدوا بريك ويمدوا ايدهم علشان ياكلوا، طبعا جزاهم الله خير على كده. ويرجعوا للجهاد على شاشة التليفون او الايباد، واحيانا في اوقات فراغهم يتكرموا ويقعدوا مع الاسرة، لكن حاشا انهم ينسوا يقلبوا في تليفونهم عشان يطمنوا على احوال الرعية، او عشان ما يفوتوش لا سمح الله تعليق ولا صورة او فضول عن اللي بتعمله الناس. صحابنا دول مش بيساهموا ولا بيشاركوا في أي مسؤولية في البيت، ويسيبوا الدنيا تقلب تعدل حواليهم، ويزعلوا لو العشاء مش عاجبهم، ولو في حاجة في البيت محتاجة تتصلح ولا تتغير يمروا عليها مر السحاب. ما هو التصليحات مسؤولية الأب والنظافة مسؤولية الأم. بصيت حواليا ووصلت لنتيجة واحدة، إننا نجحنا وبامتياز في خلق جيل معاق معظمه بيتصرف كأنه ضيف في بيته، لا يساعد ولا يساهم ولا يتحمل أي مسؤولية من سن المدرسة للكلية وحتى بعد ما يتوظفوا. ويفضل الأب والأم هم اللي شايلين المسؤوليات عن البيت حتى مع تقدم العمر وضعف الجسد. ما هو الأب والأم مش عاوزين يتعبوا أولادهم، فخدوا بالكم، تحمل مسؤولية تربية بتتزرع فيهم من وهم صغيرين، مش هتتخلق فجأة ولا حتى بعد الجواز، لأن بعد الجواز هيطبقوا الثقافة اللي تربوا عليها في بيت أهاليهم. فمن فضلكم يا جماعة شاركوا ولادكم في تحمل مسؤولية. المجتمع مش ناقص معاقين، فعلا المجتمع مش ناقص.